عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن مرحله مهمه جدا في التسنين، وهي مرحله الميكس دنتيشن او التسنين المختلط. ايه معنى التسنين المختلط؟ ده معناه ان الاسنان اللبنيه والاسنان الدايمه بيكونوا في الفم. يعني المرحله من 6 سنين لحد 12 سنه. عندنا الاسنان اللبنيه لها جدول ان هي بتبدا فيه ان هي تقع، والاسنان الدايمه تطلع مكانها. في السن ده في مرحله مهمه جدا حابه اقولها لكل ام، اللي هي ايه؟ اللي هي ان الطفل لو من سن 8 سنين ل 10 سنين بتبقى الاسنان القواطع الاماميه كبيره. فانا اقول لك نصيحه، ما تلاقيش ابنك مش محتاج تقويم، لان دي مرحله طبيعيه، المرحله بتصحح نفسها. علشان السنان اللبنيه بتكون اسنان حجمها صغير، والاسنان الدايمه اسنان بتكون حجمها كبير، فبيبان عندنا ان ده شكل قبيح شويه، عشان كده بتسمى مرحله الاجلي تاكلينج ستيج. امتى نقول الطفل محتاج تقويم؟ لو الاسنان الدايمه كلها طلعت، والطفل لسه عنده مشكله في الاسنان، او سنه داخله وسنه خارجه. لكن في المرحله اللي فيها الاسنان اللبنيه مع الاسنان الدايمه احنا مش محتاجين تقويم لحد ما المرحله دي تخلص. لو المنظر مضايقك فاصبري وما تستعجليش. اشكركم واشوفكم المره الجايه على خير. يلا.